أنا أعتقد إن الراجل المقنع ده متحطم يا توماس. اسمه زورو يا ماما. هي العربية فين؟ تقريبا هناك اهي. انت عارف انت عارف انا مين؟ احنا لازم نتكلم دلوقتي. هما نقلوه على فين؟ جو تشيلي كان في المستشفى ليه شهرين. السرطان وصل للمرحلة الرابعة. قدامه قد ايه؟ تقريبا شوية أسابيع. أنا متأكد إننا بعد ما نشوف الكاميرات هلاقي واحد دخل وخد بصمات جو تشيلي علشان يجيبني هنا. وهو ايه علاقة الجوكر وجو تشيلي ببعض غيرك؟ مش عارف. ألفريد عرف مكان ريد هود، بس يا بروس تقريبا جيسون لقي باقي الجوكرات. أخيرا وصلت. يا راجل، هما بيعملوا ايه؟ المكان امان دلوقتي، اقدر اتنفس. بات جيرل سمعاني؟ ساعدني ارجوك، انا مال امي، ابعد عني. احنا كنا عارفين انك هتيجي. ايوه، هو ده الشخص المناسب. جيسون تود، يا حرامي يا تافه، كان لازم يتقبض عليك، لكن باتمان اتبناك علشان يخليك روبن التاني. اتولدت من جديد وبعد كده مت واتولدت تاني. كل حاجة بتحصل 3 مرات. انا كنت الاول حتى قبل باتمان. انا عايز اقولك حاجة، انا قتلت واحد منكم، ولما تفكوني هتكون انت اللي بعده. انا هقولك على سر، الجوكر لما بيضحك بيتوجع. طيب اعمل لك ايه يعني؟ انت عايز تقول انك الجوكر الحقيقي؟ مين هو الجوكر فعلا؟ احنا هنعرف ده دلوقتي. احنا خدنا وقت طويل لحد ما عرفنا. لقينا حرامي وقاتل وجراح، كل ده متوقع ومش ملهم. ودلوقتي بقى قول لي ليه لبست القناع وسميت نفسك ريد هود؟ هو في ايه؟ كل واحد فيكم يسألني سؤال ولا ايه؟ دي نكتة صح؟ نكتة؟ احنا عملنا لك تلف في دماغك وجسمك لدرجة ان راحتك ما بتكونش غير في وجع الناس. انا وانت يا ابني شبه بعض، ولازم تعترف بده. انت تقريبا مت وانت بتلومه، انت كرهه عشان كده. انا بكره ناس كتير، بس انت بتكرهه اكتر واحد. باتمان محتاج واحد احسن، لكن بكل بساطة انت مش مناسب. قول لي بقى يا جيسون، انت بتتوجع لما تضحك؟ نفس اللي حصل قبل كده، نفس الوجع والضعف، نفس النقطة اللي غيرت حاجات كتير. قبل كده انت ريد هود، ودلوقتي انت الجوكر. ده هيكون منطقي اكتر. الموضوع كده بقى احلى من المرة اللي فاتت. لازم تتأكد المرة دي ان انا اكون ميت. ليه كده يا راجل؟ زعلتني والله. انا نفسي تموت وتظهر تاني، بس المرة دي بشخصية الجوكر. هو احنا كان لازم ندخل كده؟ على الاقل المكان ده مفهوش ناس. الصوت ده جاي منين؟ ويلاقي باتمان وبات جيرل ناس كتير من نسخ الجوكر الفاشلة، وباتمان وبات جيرل يدوب بيقاوموا قدام العدد الكبير، لحد ما واحد منهم بياخد الحزام بتاع باتمان. هما داسوا على الزرار، هي جاية دلوقتي. ومن غير اي سابق انذار تدخل البات موبيل وتكسر اي حاجة تيجي قدامها. جيسون! لا، انا مش جيسون. انا افتكرته جيسون. هما بيعملوا كده ليه؟ انا لسه مش عارف. جيسون! هم عايزين واحد بس، واحد بس بيكرهك وعارفك كويس. جيسون، انت كويس؟
انت جاي دلوقتي تسألني وتقول لي انت كويس؟ انت فاكر ايه يا بروس؟ انت سبب كل حاجة حصلت لي، انت اللي خليتني امشي في الطريق ده. انا بكرهك علشان كل ده، بدلتني بروبن تاني من غير اي تفكير. انتوا عايزين مني ايه؟ دلوقتي انا عاوز اخدك على مكان امن يا جيسون. هو نايم دلوقتي، انا عندي شوية ادلة لازم اتأكد منها. طب وجيسون؟ جيسون محتاج يرتاح، كان ممكن يموت النهاردة، هو محتاج لك دلوقتي. جيسون دلوقتي في امان يا باربرا، فلازم دلوقتي نتأكد من ان المدينة دلوقتي كلها في امان. وجيسون بيصحى ويشوف حاجات باربرا اللي كانت معاها، الايام اللي كانت بتعدها، كتب كتير عن الحركة والرياضة، الكرسي اللي كانت عليه بسبب الجوكر. وتوصل باربرا وتقول انت كويس يا جيسون؟ مش حاسس اني كنت كويس قبل كده، انا مش عايز اكون زيهم بجد. انت مصدقاني صح؟ نفسي والله يا جيسون. ممكن اسألك سؤال؟ انت ليه لسه معاكي دول؟ مش بتحس بألم لما تشوفيهم؟ لا انا اتعودت عليهم خلاص، قدرت اكمل كل ده علشان كان في ناس كتير بتحبني وساعدتني على كل ده. كويس، انا عمري ما حد قال لي كده او عمل معايا كده. انا بقول دلوقتي يا جيسون، بعد ما رجعت وغيرت اسمك وما اديتش فرصة لأي حد انه يساعدك، يعني باختصار عايزك تعرف اننا كلنا مهتمين بيك يا جيسون. وفي البات كيف باتمان غرقان في التفكير وبيدور على اي دليل ومبرر على اللي بيحصل، لكن الموضوع صعب لما يخص الجوكر، ما بالك بقى لو ثلاثة، المجرم والمهرج والكوميديان. الجو برد صح؟ فهمت النكتة. البس الطاقية كده، يلا صحصح معايا هنطلع التلفزيون. يلا إضاءة، كاميرا، تصوير، أكشن. قولي دلوقتي يا جو تشيل، ليه قتلت توماس ومارسا وين؟